اشخاص اتجوزوا من اغرب الاشياء اللي ممكن تسمعوا عنها. انا اقصد اشياء، لان اللي جايبه لكم معايا النهارده مش واحد اتجوز واحد او واحده اتجوزت واحده والاشياء الغريبه دي. اللي جايبه لكم النهارده اتجوزوا اشياء، يعني جماد. الموضوع اغرب مما تتخيلوا، وخلينا نبدا الفيديو. واهلا بيكم مره تانية في فيديو جديد. فيديو النهارده هيكون من اغرب الفيديوهات اللي عملتها قبل كده، بس خلينا نشوف. اسمعوا، كلنا ملاحظين ان الفتره الاخيره بيحصل حوالينا في العالم اشياء غريبه كده، والوان واي جي تي والحاجات دي، بس اللي هوريه لكم النهارده حاجات اغرب مما تتصوروا. النهارده جايب لكم مجموعه اشخاص اتجوزوا من اشياء. يعني ايه؟ ازاي؟ ده اللي هتعرفوه معانا النهارده لما تتعرفوا على إريكا لابري اللي اتجوزت برج ايفل. مش فاهم يعني ايه اتجوزت برج ايفل. اتجوزت برج ايفل. إريكا هي امراه امريكيه عندها 52 سنة حاليا. إريكا عندها انجذاب سيكشوالي للأشياء، فضلت عايشة كده إلى أن وقعت في غرام برج إيفل. أكشلي وقعت في غرام البرج نفسه، مش اللي هي في جمال البرج وجمال تصميمه، لا، وقعت في غرام البرج شخصيا. وده حصل بعد أول زيارة ليها لباريس. The heat of my body is flowing into her cold steel. The cold of her steel is flowing into my body. وفي 2007 غيرت كنيتها لأيفل، يعني بدل ما اسمها كان إريكا لابري بقى اسمها إريكا أيفل أو إريكا إيفل، اللي هو زي ما انتم عارفين اللي بيحصل بره ان لما واحده بتتجوز واحد بتاخد كنيه جوزها. فبما ان إريكا اتجوزت برج إيفل فبقى اسمها إريكا إيفل، وده حصل بعد ما عملت حفل زفاف مع برج إيفل. And do you feel that she loves you back? Oh gosh, yes. She definitely loves me back. ولو انت شايف ان ده غريب فحب اقول لك ده غلبان قوي. احنا لسه ما قلناش حاجه، دي اقل حاجه معانا النهارده، لان ده ما كانش اغرب من ارون اتجوز موبايله. طبعا انت ممكن تقول لي دلوقتي طب ما ده عادي مش غريب، يعني معظم الناس اليومين دول ما عادش حد بيسيب موبايله ودايما الموبايلات ملازمانه، فالموضوع افيه يعني. لا، هو حرفيا اتجوز موبايله بجد. ارون الشخص اللي تشوفه تقول له يعني بسم الله ما شاء الله شكله راجل محترم وعاقل كده وفي عيان شبابه. ارون اخذ موبايله لقاعه افراح في لاس فيجاس وعمل فرح. لا، عمل فرح بجد، عمل ويدنج، يعني جاب موبايله مأذون ومعازيم وعمل حفل زفاف وعملوا مراسم الزفاف زي اللي بنشوفها في الافلام بالظبط. والمأذون وقف بكل جديه وقال اعلنتكم عريس وسمارت فون. It is now my honor and my privilege to pronounce you husband and smartphone. What the shit is this؟ يعني احنا ممكن نقول الراجل ده مريض ولا عنده مشكله ومحتاج له علاج، لكن ده حتى المأذون مش صاحي. يعني مين مأذون بجد يروح يحضر حفل زفاف عشان يجوز راجل وموبايله؟ حتى المعازيم اللي موجودين الناس اخذ الموضوع بجديه. واضح ان كل دول كانوا عاملين دماغ عاليه قوي ومفيش اي حد فيهم صاحي. ولكن خد التقيله دي بقى، الست الكباره دي اتجوزت. الف 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 مبروك. اتجوزت من فارس احلامها؟ اكيد لا، اتجوزت من اللحاف بتاعها. هي عندها لحاف اللي بتتغطي بيه كل يوم، اتجوزته. بس انا برضه عايز اكون منصف وصريح معاكم. انا لما برجع البيت سواء من الشغل او من يوم طويل مجهد وبروح كده وامدد على السرير واتغطى كده باللحاف، انا في الوقت ده ما ببقاش عايز اي حاجه من الدنيا غير السرير واللحاف والمخدات. مش عايز اي حاجه تاني من الدنيا، خصوصا لما بنكون في الشتاء بقى والبرد وانت بتخش تحت اللحاف وعارف الاحساس اللي هو. انا بصراحه في اللحظه دي انت لو جيت وقلت لي اتجوز اللحاف بتاعك، انا عندي استعداد اتجوز اللحاف والمخده والمرتبه واي شيء. المهم انا عايز افضل متمدد هنا، بس طبعا مش لدرجه ان انا اعمل فرح ومعازيم وحفله واطلع في برامج على التلفزيون واقعد اشرح للناس قد ايه انا بحب اللحاف بتاعي وعجبت بيه هو لوحده من وسط كل اللحافه اللي عندي. نو ذس از فاكت اب. ولعلمكم في بشر كتير جدا عملوا ده، في آلاف من البشر اتجوزوا من اشياء غريبه، في اللي احنا ما نعرفهمش اصلا وما سمعناش عنهم حاجه، زي ايمي اللي اتجوز رولر كوستر اللي هي اللعبه اللي بتبقى في الملاهي دي اللي بتقعد تشقلبك، او الراجل ده اللي اسمه ريتشر اللي اتجوز من شجره عادي كده، اللي هو جاست شجره، اعجب بشجره واتجوزها. بصراحه ده ما ابهرنيش، يعني حسيت ان هو مش كرييتيف كده، اللي هو عادي كده بس شجره. ايه المبهر في انك تتجوز شجره؟ تحس ان هي حاجه عاديه صح؟ بس اللي كانت مثيره فعلا للشفقه هي كارول. الست دي اتجوزت محطه قطر. كارول امرأة أمريكية تحديدا من كاليفورنيا، لقت سعادتها وهناها مع محطة قطر. As the Santa Fe train depot, I know her as my friend, my life partner, my wife. ممكن انا وانت وناس كتير تقول ده ما ده عادي، ممكن يكون ده تعلق زي الناس اللي بتتعلق باماكن، الناس اللي بيتعلق ببيته، اللي بيتعلق بمكان معين، فممكن ناس كتير تسمي الموضوع ده تعلق. ولكن كارول قالت لا، ده اسمه جواز وعلاقه حقيقيه. وانا بصراحه مش عايز اهزر في الموضوع ده عشان ممكن يوما ما كنت ابقى في حالتها. انا جت عليا فتره كنت بقضي وقت في الباص اكتر ما بقضيه في بيتي مع اهلي او في الشغل او في، يعني كنت بقضي معظم يومي في الباص، لدرجه ان انا والباص بدا يتكون ما بيننا ريليشن شيب من كتر العشره
ومن كتر ما احنا دايما قاعدين مع بعض وبنقضي وقت مع بعض، ولكن قررنا ننفصل لان الوضع ما كانش عاجبني، والباص كان عاقل وتفهم مشاعري وتقبل الانفصال بدون اي دراما. واخر واحد معانا في القايمه النهارده كان الولد ده، واللي بصراحه ما قدرتش اوصل لاسمه، ولكن زي ما انتم شايفين اتجوز من شطيره البرجر الشهيه دي. واعتقد ان ده كان اقل علاقه غريبه في قايمه النهارده مقارنه بالناس اللي قبله، لان على الاقل الاكل ممكن يتحب عادي، في ناس كتير بتعشق الاكل، بس المشكله ان فكره انك تتجوز اكله، الموضوع غير انه غريب هو مرعب. يعني تخيل انك تتجوز وبعد الفرح تاكل مراتك، الموضوع مرعب جدا. عموما خلينا نتكلم جد شويه صغننين. الناس اللي من النوع ده عندهم حاله اسمها اوبجكتيف سيكشواليتي. الغباء هنا هو في الناس اللي حوالين الناس دي. المفروض الناس اللي حوالين الناس دي ياخدوه ويحاولوا يعالجوه بقى، يودوه عشان يتعالج، مش يجاروه بقى ويسيبوه يعمل فرح ويروحوا يحضروا الفرح والكلمات دي، والبرامج بقى تستضيفهم ويعملوا عنهم دوكيومنتريز وفيديوز، عشان هم بيعملوا كده طبعا عشان الفيوز. بس المفروض يعني البشر يتعاملوا مع الموضوع ده بشكل منطقي شويه. بس كده يعني، فانت لو عندك واحد صاحبك عايز يتجوز شيء ما غير الانسانه، خده يتعالج، ما تجاريهوش. لان انا بقيت حاسس ان الافيه بتاع انا بقى ايدنتيفاي از رجل كرسي ولا مله سرير والموضوع ده، انا حاسس انه ما عادش هيبقى افيه، انا حاسس انه هيبقى حقيقي. انا بعد كده فعلا هنلاقي انسان بقى ايدنتيفاي از سشوار او از لابتوب. وبس كده. دلوقتي عايزكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا عندكم استعداد تتجوزوا شيء ما جماد، هيكون ايه هو؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، خلونا نشوف ابداعاتكم. انا عن نفسي هتجوز غطا برطمان صلصه، يعني دي فتاه احلامي، فقولوا لي بقى انتوا هتتجوزوا ايه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وده الانستجرام بتاعي، روح اعمل لي فولو هناك، بنزل محتوى مختلف تماما على الانستجرام، اتاكد انك عامل لي فولو هناك. يب، ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. See you later.